السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى في فيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله كده ونبدأ الوصفة بتاعتنا، ونشوف هنعمل ايه كده يا حلوين مع بعض في الفيديو. طبعا بقى دلوقتي موسم البسلة، هنبدأ بقى نخزن بقى البسلة كده في الموسم بتاعها كده من السنة للسنة. هنخزنها بقى مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله هتقعد معاكم من السنة للسنة من غير ما لونها يتغير خالص ولا طعمها حتى يتغير. معايا بقى كده 3 كيلو من البسلة بالشكل ده كده. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا بقى حلة على النار فيها مية. اول ما المية تبدأ تغلي معانا بالشكل ده كده، لازم المية تكون بتغلي بالشكل ده كده. هنضيف بقى في المية لما تغلي معلقة كبيرة ممسوحة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر. السكر ده بقى المادة الحافظة بتاعة البسلة بتاعتنا، اللي هتخليها معانا من السنة للسنة من غير ما تتغير خالص، ولا لونها هيتغير ولا طعمها كمان هيتغير، هتفضل معاكوا زي ما هي بالظبط. هنضيفها بقى كده في المية المغلية بالشكل ده كده. بعد ما بنضيفها كده بدقيقة بالظبط، بعدها بدقيقة بالظبط بنلاقي لونها بقى اخضر كده، ولونها بقى جميل وزاهي بالشكل ده كده. هديها بقى تقليبة كده. اللي وصل معايا بقى لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، ما تنسوش تضغطوا اللايك يا حلوين. وبشكركم جدا بجد من كل قلبي على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. طبعا بقى البسلة كده بتتخزن بكذا طريقة، شاركونا بقى في الكومنتات بتخزنوا البسلة بأنهي طريقة، والطريقة اللي طلعت معاكم ناجحة وكويسة وبتقعد كمان معاكم من السنة للسنة هي ايه، عشان بقى نستفاد مع بعض في الكومنتات كده يا حلوين. الطريقة اللي انا بعملها معاكم دلوقتي دي اللي انا بعملها على طول، وبجد حابة الطريقة دي جدا، لانها بتخلي البسلة معايا في الفريزر من السنة للسنة من غير ولا لونها يتغير ولا طعمها حتى يتغير. اول بقى ما البسلة تبدأ تغلي بالشكل ده كده هنقلبها بقى تقلبتين كده اول ما تغلي، وبعد كده هنطفي عليها النار. شايفين بقى شكلها ولونها، لونها جميل جدا، لونها اخضر كده وزاهي معانا. هنكون بقى مجهزين في الخطوة دي كده مية، وفي المية تلج. لازم الخطوة دي يا جماعة، الخطوة دي مهمة جدا، لان كده بنوقف تسوية البسلة وكمان بنحافظ على اللون بتاعها. هنبدأ بقى كده، احنا كده طفينا النار على البسلة خلاص. هنبدأ بقى كده نطلعها ونصفيها ونحطها في المية اللي بتلج. بعد بقى ما طلعنا كمية البسلة كلها في المية اللي بتلج كده، هنسيبها بقى على جنب لحد ما تبرد خالص، حوالي 5 دقايق كده وبتكون بردت على طول. هنبدأ بقى نجهز الجزر بتاعنا بالشكل ده. هنجيب بقى جزر، طبعا حسب الكمية، بتحبوا الجزر كتير او قليل طبعا حسب رغبتكم. انا استخدمت على ال3 كيلو بسلة 3 جزرات كبار. بقطعه بقى لمكعبات صغيرة بالشكل ده كده، علشان لو قطعناه اكبر من البسلة كده مش هيستوى معانا، علشان كله يبقى واخد نفس التسوية بالظبط. بقطعه بقى بالشكل ده كده لمكعبات صغيرة بالشكل ده، قد حجم البسلاية بالظبط. هنا كده بقى قطعت خلاص كمية الجزر كلها بالشكل ده. هصفي بقى البسلة وهرجع لكم. هنا بقى شايفين البسلة ولونها الجميل، صفيتها بقى كده من المية كويس. هنبدأ بقى نضيف على البسلة الجزر بالشكل ده. هنقلبها بقى كويس كده الجزر مع البسلة. بعد بقى ما قلبتها كويس بالشكل ده بقى كده، هنبدأ بقى نجيب اكياس تلاجة او علب على حسب بقى انتوا بتخزنوا الخضار بتاعكم في ايه. انا جبت بقى كده اكياس تلاجة، وهبدأ بقى احط كمية البسلة على قد الطبخة اللي انا هطبخها بالظبط. يعني هقسم كده البسلة على قد الطبخة بالظبط. بالشكل ده بقى كده هكمل بقى الكمية كلها، وهرجع لكم في الاخر هنشوف ال3 كيلو بسلة عملوا معانا كام طبخة.
ال3 كيلو بسلة بقى عملوا معايا 5 طبخات من البسلة بالشكل ده كده. شايفين بقى لونها جميل جدا، والطريقة دي جميلة جدا في التخزين. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم، هتفضل معاكم البسلة من السنة للسنة من غير ما لونها يتغير ولا طعمها يتغير. وكمان معلقة السكر اللي احنا ضفناها دي طريقة الشركات بتاعت برا اللي احنا بنشتريها منها جاهزة بالظبط. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وكمان لو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وما تنسوش كمان تقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وبتخزنوا البسلة بقى بأنهي طريقة، والطريقة اللي عجبتكم ايه، علشان بقى نستفاد من بعض كده يا حلوين في الكومنتات. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.